سحروا أعين الناس واسترهبوا. كل الناس يرجفون من نشاط السحر. سحروا أعين الناس واسترهبوا وجاءوا بسحر عظيم. إذا وصف العظيم أن سحرهم عظيم فوالله كان عظيم. موسى أوجس في نفسه خيفة فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. أخذت العصا تلثم هذا وتلثم الثاني والسحر 300,000 سحر. صفيت الساحة ما فيها شيء. لو موسى ما رمى العصا كان هل ينفعه الآن يهش على غنم؟ هذا اللي مضاعفنا يا جماعة في ورطاتنا. ما عندنا شيء تركناه لأجل الله ونلعب، وما عندنا شيء أخذناه وإحنا نكره لأجل الله. عشان كذا مساكننا تطول. هذا على طول فإذا هي. طيب تعال ما باقي ايش أصعب من هم أصعب الناس حتى ينزلهم الله سجدا. أصعب الناس يغيرهم الله ويفرج الفرج عن طريقهم. من هم أصعب الناس؟ من فرعون ولا السحرة؟ فرعون أصلا خايف وجايب سحرة يستعين بهم، يعني الحاس انه أضعف وهذا اللي أقوى منه. فأصعب الناس يتغيرون هم السحرة. فيعلمنا الله عز وجل إذا كنت تترك لأجلي وتأخذ لأجلي ووقعت في مصيبة سأفرجها لك من أصعب مكان توقعه. فعلى طول فالفورية فألقي السحرة ساجدين. شفت الانتصارات واحد ورا الثاني. أصعب ناس فرج الله عليه عن طريقهم. تعال خذ ما انتهت القضية. طلع موسى وبني إسرائيل ثم أتبعهم فرعون بجنوده. ويصف لك الله المشهد كأنك تشوفه بالصوت والصورة. فلما تراءى الجمعان شافوا بعضهم بعض على طول كل اللي مع موسى خذلوه. قال أصحاب موسى، وأصعب شيء أن يخذلك من معك. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. تورطنا يا موسى، ورطنا. تعال شوف المشهد كأنك تشوف الآن بصوت الصورة. فرعون جاي مع 600,000 مندججين بالسلاح، وموسى جالس مع قومه، ووراه بحر يمينه تراب يساره تراب، وقدامه فرعون. قال كلا والله لو تترك لأجل الله وتأخذ لأجل الله أقسم بالله أن يجعل الله في قلبك إيمان ما يهزك شيء، واللي يهز الناس ما يهزك. قال كلا إن معي. أول كان يحتز بالعصا، الحين إيش قال؟ إن معي عصاي. لا، معي اللي تركت العصا لأجله وأنا أحبها، وأخذت العصا لأجله وأنا أكرهها. إن معي ربي سيهدين. وين أسلحتك دباباتك؟ معي ربي. وين أصعب مكان يا جماعة؟ اتفقنا أنك إذا صدقت مع الله بيختار لك أصعب مكان في الضائقة اللي أنت فيها ويخرجك. الآن بوصف لك المشهد. على يمينه تراب يبس، وعلى يساره تراب يبس، وقدامه يبس وفرعون، ووراه بحر. ايش أصعب مكان يفرون منه؟ اليبس الجاهز، وإذا اليبس العيسار الجاهز، ولا يقابلون فرعون وهم أكثر منهم فيقتلون ويقتلون وينجوا من ينجوا. بس ما أورط نفسي نغرق كلنا وأطفالنا ونسائنا في البحر. ها وش أصعب مكان؟ وين أصعب مكان؟ البحر. بيض الله وجهه. أصعب مكان البحر. قال الله عز وجل إيش أول حرف بعدها يا جماعة؟ إيش أول حرف؟ ها؟ فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك. ليش العصا في كل مكان تجي عشان يقتلك؟
ترى تركها لأجلي. أنت عندك شيء تركها لأجلي عشان أفرج لك في كربك. أن اضرب بعصاك البحر ما تشوف أولها من آخره وش بتسوي فيها العصا. ماذا عساها أن تصنع العصا في البحر؟ يحمل أطنان من الأخشاب مو بس قطعة عصا. أن يضرب بعصاك البحر أي صار فانفلق. ركز فأوحينا فانفلق لأنه فألقاها ما قاعد يتردد. وعشان كذا احنا متورطين في مصائبنا ما تفرج نقعد نطول في المصيبة نحترق لأن ما عندنا شيء تركنا لأجل الله إلا من رحم الله. قال الله فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أعجب منها اسلك لهم طريقا خذ أصحابكم طريقا ايش في البحر ايش في البحر يبسا. سبحانه يقول بعلمك كنت تقرأ القرآن إني إذا فرجت ما هو ما تغرق أفرج لك ما تزلق ما أعمل الله. بس يبغون نجاة لو يزلقون معليش لا بأس. لكن الله عظيم يقول لك أفرج لك من أصعب مكان وفرج طريقا في البحر يبسا. أول ما تعدى موسى عليه السلام أخذ يضرب بالعصا البحر عشان ينصك وينغلق وما عاد يلحقهم فرعون. فقال الله عز وجل اسلك لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف. لا تضرب العصا لا تخاف دركا لن يدركوك ولا تخشى. سبحان الله. موسى يبغى بعقله البشري عليه الصلاة والسلام يبغى الفك بس اني افتك وخلاص ويغلق البحر ويرجع فرعون لكنوزه وقصوره. والله عظيم العظيم أبى قال لا أنا أبغى افتح له. والله يملي الكافرين والظالمين يخليهم يتقدمون. قال سأملي له وبوريه الطريق يابس وبأخليه يراكم تأبرون ثم يطمع هو ويتقدم من إمهالي ثم فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وما عاد نرجعهم لها. ثم لما تعدى موسى لما دخل فرعون البحر أغلق الله عليه. سبحان الله. تبغى الموقف الأخير أصعب من أولاد كلها. تخيل مدينة الرياض ما فيها مويه كيف حياتنا كانت تشوف العالم تبكي في الشوارع تشوف الناس قد جفت حناجرهم ما عاد واحد يتكلم تلموا صفتيه. تخيل هذا الموقف صار مع موسى عليه السلام كله ما معه. وإذ استسقى موسى لقومه. المفروض يقول الله عز وجل على حسب عقولنا البشرية أن يقول الله صلاة استسقاء صح. وإذ استسقى موسى لقومه إيش أول حرف بعدها ها يا جماعة واو. والله يا جماعة لذيذ بحروفه لذيذ ما قال لا ولا ثم قال فقلنا ويا ربي ما أعظمك كل ما قال موسى فرجت له وكل ما وقع يستاهل. لأنه إذا قال الله افعل وإذا قال الله اترك يترك. احنا سوينا اللي نبغاه وما عاد في شاءات إلا ما رحم الله عز وجل. صرنا ندعو يتأخر رجال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. كم من الصفات اللي فيها. اسمع الأذان اصبر شوي ما بعد قام. وإذ استسقى موسى لقومه فقل اضرب ايش بعصاك. ايش أصعب شيء أقول لك شيء موجود تراب موجود جبال ترابية وجبال رملية وموجود أحجار صلبة. ايش أصعب شيء تخرج العصا؟ ها يا جماعة الحجر. فقل نضرب بعصاك الحجر. يقول بفرج لك من أصعب مكان توقع. الناس لما نجيبهم الآن واسطة
يقول لك اصبر خلينا نشوف بنقدر نكلم، يدور أهون الأمور. الله عظيم يجيب لك إياها ويفرجها لك من أصعب مكان. اضرب بعصاك الحجر. ايش بعدها؟ أول حرف فانفجرت. عصا تنفجر، مو عين واحدة. يقول الله إذا أردت أن أفرج لك أكثر من فرج. فانفجرت منه 12 عينا قد علم